النهارده في حلقة جديدة من اضطراب في الكبسولة. هنتكلم عن قصة حالة متلازمة قطار أو الجثة المتحركة، ميتة بس لسه عايشة. مريم بنت في الثلاثينات، حياتها كانت عادية جدا. بتصحى الصبح تروح شغلها وترجع البيت، يوم ورا يوم مفيش أي جديد. فجأة بدأت تحس بحاجات غريبة، حاجات ملهاش تفسير. كانت بتقول لنفسها: حاسة إني مش هنا، او ان انا مش من العالم ده، حاسه اني كاني شبح. في اول الموضوع بدات بافكار بسيطه زي انها مش حاسه باسمها او ان الدنيا حواليها ما بقتش حقيقه. مع الوقت الافكار دي كبرت وتحولت لاقتناع تام انها ماتت. ماتت. مريم كانت مقتنعه ان هي ميته وانها مش عايشه، كانها شبح او جثه. كانت بتقول لاهلها: انا مش محتاجه اكل، الميتين ما بياكلوش. قعدت في اوضتها الايام كلها، مش بس كمان ما بتكلمش حد، وكمان كل ما بتبص في المراية كانت بتقول لنفسها: ازاي بصة ولسه بتتحرك. اهل مريم قلقوا جدا عليها. في الاول افتكروا انها مكتئبة، بس لما بدأت تقول لهم مفيش داعي ان انتوا توديني للدكتور، الميت مش بيتعالج، ساعتها عرفوا ان الوضع اخطر بكتير من ان هم بيفكروا فيه. في الوقت ده قرروا ان هم ياخدوها لدكتور نفسي. كانت طبعا في الأول معارضة جدا للموضوع، بس هم أصروا عليه. بعد كذا جلسة مع الدكتور قال لهم: مريم عندها متلازمة قطار. المرض ده نادر جدا وبيخلي الشخص يحس ان هو ميت او ان جسمه مش شغال. الدكتور طبعا شرح ان ده بيحصل نتيجة اضطراب نفسي كبير جدا زي الاكتئاب او الفصام، وان العلاج هيحتاج شغل كتير وصبر. بدأت رحلة العلاج وبدأ يدوها أدوية مضادة للاكتئاب، بس في الأول كانت رافضة خالص وكانت بتقول الميت ماله ومال العلاج. لكن الدكتور كان صبور جدا معاها، بدأ كمان جلسات علاج نفسي عشان يساعدها تفهم ان اللي بتحسه ده مجرد وهم ومش حاجة حقيقية. في جلسة من الجلسات الدكتور طلب منها حاجة غريبة، وقال لها: لو انتي ميتة اثبتي ده. حاولت بس ما عرفتش تثبت أي حاجة. الموقف ده كان نقطة تحول بالنسبة ليها في طريق علاجها. مع الوقت ومع الشغل الكتير في العلاج مريم بدأت تتحسن ورجعت تاكل وبدأت تتكلم مع أهلها. واحدة واحدة رجعت لحياتها الطبيعية، وأهلها فضلوا جنبها لحد ما الوقت عدى، وكمان ده ساعدها جدا. في النهاية مريم كانت بتحكي القصة بتاعها للناس، وكانت بتقول إن هي عايشة في كابوس وكانت مقتنعة إن مفيش فايدة، لكن العلاج هو اللي رجعني للحياة. فلو بتحس بحاجة غريبة أو مش طبيعية ما تكسفش تطلب المساعدة، دايما في أمل. متلازمة القطار غريبة ومخيفة، بس مع الدعم والعلاج مفيش مستحيل. الصحة النفسية مش رفاهية، دي حياة ولازم كلنا نخاف عليها.